خلال هذا الفيديو سوف نشاهد ملخص السيول الرعدية المفاجئة التي هطلت على مكة منذ صباح اليوم، أدت كما نشاهد إلى إغلاق العديد من الطرق. منطقة مكة المكرمة تشهد سيول فيضانية مفاجئة لم تشهدها منذ عقود، وحذرت هيئة الأرصاد في بيان رسمي إلى أنها سوف تستمر حتى مساء غدا. كما نشاهد أيضا السيول احتجزت باص تابع لحافلات مكة محملا بالركاب، العديد من المناطق غرقت بالكامل. المركز الوطني للأرصاد نبه بهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، لذا رجاء لمن ليس لديه أوامر ضرورية فليبقى في منزله. اليوم هناك أمطار رعدية أيضا على جدة والمدينة المنورة خلال الساعات المقبلة. سوف نوفيكم بملخص مقاطع الأمطار والسيول من جميع المناطق على مدار اليوم. لذا فضلا منكم لمن أراد مشاهدة كل ما هو جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أترككم الآن أحبابي مع باقي الفيديوهات. شكرا لكم والسلام عليكم.